اسعد الله مساكم. كل ما تبشرنا خير وفرحنا وقلنا اعلامنا الرياضي بدا يتطور الا يطلع لك دلخ ويخرب السمعه كلها. ينقل عنا صوره سيئه في القنوات الرسميه ان احنا شعب احنا فاهم كوره. زي الدلخ اللي طلع وقال منتخبنا غير مطالب في كاس اسيا. تخيل يعني اكبر قارات العالم اسيا تشارك فيها منتخبات افضل منك تصنيف، والبطوله الرسميه المتاحه للمنتخب السعودي فقط، ما هي بطوله تجمع اسلامي ولا بطوله خليج. البطوله الرسميه المتاحه لك كاس اسيا، يقول غير مطالب فيها. ليه عليك قصيره انت؟ لاعبينك المحليين مدللين يستلمون 5 أضعاف قيمتهم السوقيه. اي لاعب سعودي يطلع من الدوري السعودي والله ما يستلم ربع راتبه. اتحادك السعودي يستلم اعلى ميزانيه قاريه هنا عندك. ليش ما طالبه في كاس اسيا؟ يا دلخ المنتخبات والشعوب الثانيه لما تبحث عن منتخبك تحترم على سجله الشرفي. لما يبحث عن منتخبك في جوجل وهو يجهلك، مدرب يجهلك، يدخل يبحث عنك يلقاك بطل قاره مسيطر، يشوف انجازاتك، ما يقول هذا قدم لي مستوى في كاس العالم ولا مقدم لي مستوى هنا، تقول لي مباراه الارجنتين اهم من كاس اسيا. الشعب اللي يحب الرياضه يتنفس رياضه يحب يشوف المنجز، يشوف الكاس، يشوف نفسه بطل، يشوف الذهب. اشتاقوا لايام ماجد عبد الله، اشتاقوا لايام فؤاد انور يوم يرفع الكاس، اشتاقوا لاسيا بطوله رسميه. لا تفرحني ببطوله خليج. تطلع لي انت اعلامي وتقول لي غير مطالبين فيها دقه قديمه. ايش الداخل هذا؟ ايش الطرح الغبي هذا؟ يا اخي شوف اليابان ما كان حد يحترمها ولا كان لها تاريخ قبل 92. كل من جاء دعسهم ومشى. بعد 92 يوم قرروا يحترفون لاعبينهم وصارت عندهم انتفاضه. شوف اليابان اعظم هيبه عندك، تصنيفه 17، اعظم هيبه منتخب اسيوي عندك اليابان. من بعد 92 4 كؤوس اسيويه، ما غاب عن كاس العالم ولا نسخه، 7 نسخ متتاليه. ليش؟ يطالبون. يا عزيزي الدلخ الرياضي حرام اقول عنك اعلامي رياضي. ما شفنا حد غلل من كاس اسيا يوم خذاها اليابان قال هذه بطوله دقه قديمه، الا بالعكس العالم كلها تشيد في اليابان، تقول عندهم قفزه نوعيه في الرياضه، تطور مهول وصلهم على مستوى الفيفا تصنيف 17، تعدوا منتخبات عالميه. مشاهدينا الأعزاء، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره هونغ كونغ في المباراة الودية استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا في قطر بداية من 12 يناير حتى 10 من فبراير. والتقى المنتخب السعودي بخصمه على ملعب نادي الوكرة القطري وحقق الانتصار بهدفين دون رد. ويخوض المنتخب السعودي استعدادات مع منتخبات للاستعداد للبطولة القارية الآسيوية. وافتتح عبد الرحمن غريب أهداف الخوض في الدقيقة 21 من خلال ركلة الجزاء، حيث ظل الصقور متقدمين بهدف نظيف حتى تمكن فواز الصقور من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 82. ويسعى وأنهى المنتخب السعودي مباريته الودية قبل خوض البطولة الآسيوية، حيث هزم منتخب لبنان 1-0، ثم تعادل أمام منتخب فلسطين بدون أهداف، وفاز على هونغ كونغ بالثنائية. ويشارك المنتخب السعودي في منافسات كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات عمان وقرغيزستان وتايلاند. ويسعى المنتخب السعودي إلى استعادة اللقب الذي غاب عنه سنوات كثيرة وخسر في المباريات والبطولات السابقة دون تقديم أي إضافة جديدة أو جلب اللقب للجمهور العاشق للكرة